السلام عليكم. احنا النهارده هنتكلم على الساجيتال باند رابشر. احنا هنتكلم بس على الجزء بتاع السيرجيكال اناتومي. السيرجيكال اناتومي الساجيتال باند ده جزء من الاكستنسور اباريتس. احنا النهارده هنتكلم على السيرجيكال اناتومي. بصوا يا جماعه، الاكستنسور ديجيتورم كومنسز دي بتعدي على الميتاكاربوفالانجيال جوينت وبتتمسك فيها بالساجيتال باند. يعني ده الاكستنسور ديجيتورم وده الساجيتال باند ماسك من الالنر والراديال سايد لغايه الفولار بليد. المنظر من الساجيتال فيو بالشكل دوت من الجنب، من الصابع من الجنب، ادي الاكستنسور تندون وينزل على الفولار بليد. طيب، يبقى عند الجزء بتاع الميتاكاربو فالانجيال جوينت هنلاقي جزء من الاكستنسور تندون ماسك فيه الساجيتال بان عشان يثبته، ينزل تحت على الفولار بليد. الفولار بليد طالع منه ليجامنت اسمه ديب ترانسفيرس ميتاكاربال ليجامنت، فوقه انتر اوسياي وتحته لومبريكال. بصرف النظر بقى احنا بنتكلم على الدورزال او الفولر، زي ما هنبقى نشوف في اخر المحاضره الاناتومي بتاع الانترنسك داخلين من الراديال ولا من الالنر. اما الاثنين فوق الديب خلي بالنا عشان الام سي كيو، داخلين فوق الديب ترانسفيرز ميتاكاربال ليجامنت. اما اللومبريكال ما بيخشش الا من الراديال سايد بتاع الصابع، وبيبقى ديب او بيبقى فولر للديب ميتاكاربال ليجامنت. يبقى تاني عندنا عند الجزء بتاع الميتاكاربو فالانجيال جوينت intrinsic muscles، وعندنا فولار بليد، وعندنا ديب ميتاكاربو فالانجيال جوينت، وعندنا الساجيتال بان. طيب، يمشي التندون، يمشي الاكستنسور تندون لغايه عند نص تقريبا البي 1 اللي هو البروكسيمال فالنكس، ويتقسم الى سنترال سليب واتنين لاترال باند بالشكل ده. طيب، في نفس الوقت الانترنسك سواء كان الانتر اوسياي او اللومبريكال، دايما اللومبريكال يا جماعه راديال، دايما اللومبريكال راديال. طيب، السنترال بارت بتاع الاكستنسور ديجيتورم مع الميديال باند بتاع الانترنسك سواء كان الميديال او اللاترال يتحدوا مع بعض ويعملوا لي السنترال سليب. يبقى معنى كده ان السنترال سليب معمول بجزء من التندون نفسه وجزء من الانترنسك، وبيبقوا انسرتد في البيز بتاع البي 2، البيز بتاع البي 2. طيب، اللاترال بارت بتاع الاكستنسور ديجيتورم بيتحد مع اللاترال بارت بتاع الانترنسك عشان يعمل لي اللاترال باند زي ما هنشوف بعد شويه. يبقى اذا عند نص الصابع، نص البي 1 البروكسيمال فالنكس، بنتقسم الى 3 طرق. الطريق اللي في النص بياخد الميديال انتر اوسياي على الناحيتين، الطريقين الجانبيين اللي هو اللاترال باند بيتحد مع اللاترال بارت بتاع الاثنين انترنسك عشان يعملوا الكونجوينت لاترال باند. السنترال راح جاي حصل له انسيرشن في البي 2. واضح يا جماعه لغايه كده؟ احنا بنحاول هنا نسهل الاكستنسور اباريتس. اكستنسور اباريتس لوحده بيبقى سؤال او جزء من الام سي كيو. طيب، برضو عند الجزء بتاع البي اي بي في عندنا 2 ليجامنت مهمين جدا في ثبات الاكستنسور ريتيناكولم، والطريقه اللي هنقولها ان شاء الله هتبقى اسهل حاجه بحيث ان احنا نقفلها. في عندنا هما الاثنين ريتيناكولم، ريتيناكولار ليجامنت ترانسفيرس وريتيناكولار ليجامنت اوبليك.
الريتيناكولار الترانسفيرس بيمسك من الفولار بليت عند اي مستوى؟ بيمسك عند المستوى بتاع البي اي بي. يبقى انا في عندي الساجيتال باند، ما هو يعتبر ترانسفيرس برضو، عند الميتاكاربو فالانجيال يمسك من الاكستنسور للفولار. اما هنا الترانسفيرس بيمسك من الفولار او من الفليكسور شيت تحت، يمسك في اللاترال باند. اللاترال باند اللي احنا لسه مكونينها من شويه عند نص الصابع. طيب بيعمل ايه الراجل ده اللي هو الترانسفيرس؟ ما بيخليش اللاترال باند يروح دورزال ولا ينزل لتحت ولا يبقى تايت. هو يا جماعه لو بقى تايت، يعني هو لو بقى تايت، خلي بالكم اللاترال باند بيمسك في الديستال فالنكس. طيب لو هو تايت نزل لتحت كده، الصابع تتخيل هيبقى فليكسد ولا هيبقى اكستندد؟ بالظبط كده هيبقى فليكسد، هو تحت هيبقى فولر للاكسس بتاع البي اي بي، فهياخد الصابع لتحت فيعمل لي، لو استمر يعمل لي البوتينير ديفورميتي. ولو كان اللاكس فالباند دي هتطلع لفوق فتبقى دورز للاكسس بتاع البي اي بي، فيعمل سوان نيك ديفورميتي. ده بالنسبه للترانسفيرس. الاوبليك هو بيمشي فولر للسنتر او الاكسس بتاع البي اي بي ودورزل للاكسس بتاع الدي اي بي. تمام يا جماعه؟ بيعمل الهدف الرئيسي بتاعه انه يعمل سينكرونايزيشن لحركه البي اي بي مع الدي اي بي، ما يبقوش في الحركه اندبندنت عن بعض، لازم يحصل تناغم ما بين الحركه ما بين الاثنين. بيعملها الاوبليك نفس اللي بيحصل هنا هو اللي بيحصل هنا. يعني اقصد لما يجي لك في الام سي كيو الانجري يعمل ايه سوان نيك، الكونتراكشن يعمل ايه بوتينير. يمكن السوان نيك اكتر مع الترانسفيرس، يمكن البوتينير اكتر مع الاوبليك، بس هما نفس التكات بتاعته. طيب يبقى احنا دلوقتي خلصنا كمان الايه الاوبليك، وبعد كده والترانسفيرس الليجامنتس اللي بتمسك، وبعد كده هو هيتبقى لنا بس الانسيرشن بتاعه. الانسيرشن بتاعه في الديستال فالنكس، في البيس بتاع الديستال فالنكس. الاثنين لاترال باند بيضموا على بعض ويمسكوا في الديستال، اللي هو لما بيتقطع بيعمل لنا ايوه الله يفتح لكم الملت فينجر، والاثنين بيتمسكوا بتريانجولار ليجامنت. يبقى عشان نلخص الكلمتين اللي فاتوا، عندنا عند مستوى الميتاكاربو فالانجيال جوين عندنا انترنسك، سواء كان الانتر اوسياي او اللومبريكال اللي هنتكلم عليهم دلوقتي، وعندنا الديب ترانسفيرس ميتاكاربال ليجامنت، وعندنا الساجيتال بام. على مستوى البي 1 نص البروكسيمال فالنكس بيتقسم التنادن لحتتين، سنترال واثنين لاترال بام بالنسبه للاكستنسور ديجيتورم، وبيتقسم للانترنسك بيتقسم ميديال ولاترال. النص يلتحم مع الميديال يعملوا السنترال سليب عشان يمسك في البي 1 بي 2 بيز بتاعت البي 2، واللاترال بارت بتاع الانترنسك مع اللاترال بارت بتاع الاكستنسور ديجيتورم كومنسز يمسكوا في بعض يعملوا الاكستنسور الكونجوينت لاترال باند عشان يتحدوا على جنبين الصابع في البيز، في الدورزال بارت بتاع البيز بتاع الديستال فالنكس عشان يعملوا التيرمينال تندون بتاع الاكستنسور ديجيتورم. وفي ليجامنتس بتثبت الصابع اللي هو الترانسفيرس والاوبليك ليجامنت. ده يا جماعه الليفل بتاع الميتاكاربو فالانجيال، فده الساجيتال، ده الساجيتال بان. ده يا جماعه التراينجولار ليجامنت اللي بيمسك، ده الدي اي بي اهو ماسك فيه السنترال الديستال التيرمينال سليب، وفي النص تراينجولار بارت عشان
الاكستنسور تندون ما يقعش فولر. الحته ديت احنا خلي بالنا يا جماعه، في حاجه ماسكه في الميتاكاربو فالانجيال جوينت؟ لا. امال الاكستنشن اللي بيحصل عند الميتاكاربو فالانجيال جوينت بيحصل ازاي؟ اذا كان مفيش دايركت انسيرشن لتندون، اللي بيحصل كل اللي بيحصل ان لما بيحصل اكستنشن او كونتراكشن في الاكستنشن ديجيتورم كومنسز، الشده بتاعته بتشد الساجيتال بام، بتشد الفولر بليد، بتايتن السبيس فيحصل الاكستنشن، عكس الدايركت اكستنشن بتاع السنترال سليب في البي 2 والتيرمينال سليب في البي 3. طيب دي يا جماعه الانتر اوسياي. اول حاجه نخلي بالنا عشان الام سي كيو، ده دورزال وده بالمر انتر اوسياي. دي باي بينيت يعني يعني فيها اتنين بتطلع، العضله بتطلع من بحتتين عضل، غير هنا بتبقى عضله واحده. البالمر انتر اوسياي يوني بينيت. طيب الباي بينيت بتاعه الدورزال انتر اوسياي، احنا الدورزال اختصارها في الاكشن داب، يعني بتعمل ابدكشن. ما دام بتعمل ابدكشن يبقى هتمسك في الراديال سايد بتاع السكند والالنر سايد بتاع الفورس، وتمسك على الناحيتين بتاعه الميد عشان يعمل ابدكشن. ما انت لو تتخيل الداب احنا قلنا ابدكشن ابدكتور، فعشان ابدكت الاندكس بص على صبعك، لما تابدكت الاندكس يبقى لازم تمسك في الراديال سايد، ولما تابدكت الراديال بتمسك في الرينج، بتمسك في الراديال في الالنر سايد عشان تابدكت، والصابع اللي في النص على الناحيتين ابدكشن اكوردنج للاكسس بتاع الهاند. لما نيجي نبص على البالمر اللي بيعمل ادكشن، دول 3 عضلات مش 4، كل ده ام سي كيو. الصابع اللي في النص هو كده ادكتد، هو اصلا في الميد لاين فملهوش عضل، ملهوش بالمر انتر اوسياي، ليه 2 دورزال انتر اوسياي، تعوض ب2 دورزال انتر اوسياي. طب عشان يحصل ادكشن بص برضو تاني على صبعك، يبقى في الاندكس بيمسك في الالنر سايد، وفي في الرينج والليتل بيمسك في الراديال سايد. يبقى نخلي بالنا ان الصبع اللي في النص ما فيهوش بالمر انتر اوسياي، الصابع الخامس ملهوش دورزال انتر اوسياي. ماشي يا جماعه، ملهوش دورزال انتر اوسياي عشان ليه لوحده ابدكتور ديجيتي مينيمي. طيب بالنسبه، يبقى احنا عرفنا الاكشن وعرفنا الاوريجن والانسيرشن. نفس النظام في اللومبريكال انت في عندك الراديال عضلتين، هما كلهم داخلين في الراديال سايد بتاع الايه، اللي يمسكوا في الراديال سايد بتاع اللاترال بان. بالنسبه للصابع 2 و3 السكند والثيرد يوني بينيت، الفورث والفيفث باي بينيت. ده يا جماعه الاكستنسور اباريتس شبه بالتفصيل. لو في اي استفسارات عرفوني. السلام عليكم.